أبشركم يا كلاب النار، أبشركم يا كلاب النار، أبشركم يا معاشر الخوارج بما يسوءكم. الخوارج هم الخوارج قديما وحديثا، يقتلون رموز الأمة، يقتلون الدعاة إلى الله، ويقتلون العلماء، ويقتلون المصلحين. قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حاصروه في داره، وعرضوه لذلك الامتحان والبلاء العظيم، حتى اقتحموا داره وقتلوه ظلما رضي الله عنه وأرضاه. تآمروا في الحرم على علي ومعاوية وعمرو بن العاص، ومضى قدر الله في علي رضي الله عنه فقتلوه واغتالوه حين خرج إلى صلاة الفجر، قتلوه غيلة وغدرا إلا عند المواجهة ينهزمون. قد قتل أكثرهم يوم النهروان، من بقي منهم فر وهرب. قتلوا عليا وهو يومئذ خير أهل الأرض رضي الله عنه وأرضاه، ونجى الله معاوية وعمرا لطفا ورحمة بهم رضي الله عنهما. وهكذا هم اليوم على طريق أسلافهم ماضوا وسائرون، لكنهم أكثر شناعة، أكثر بشاعة، أكثر قبحا وضراوة. نعم، أولئك الأوائل ربما واجهوا، ربما قاتلوا في المعارك، أما هؤلاء فجبنا غدر فجر، يأتون من الخلف فيطعنون، تجردوا من كل الأخلاق والقيم، كل المكارم والشيم، قيم وأخلاق ربما تخلق بها أهل الجاهلية، فالعرب في جاهليتها ربما كانوا يعظمون الأشهر الحرم، لا يقتلون ولا يقاتلون. أما هؤلاء الخوارج في عصرنا هذا يقتلون في الأشهر الحرم، ويقتلون في الأزمنة الفاضلة كرمضان، ويقتلون في الأماكن المقدسة كالحرمين. نعم معاشر المسلمين، في هذا العصر اشتد الخوارج ضراوة، واشتدوا عنفا، واشتدوا عداوة، ذلك بما يملكون من مواد وأسلحة وإعلام فاجر خبيث، يشوهون الدين وينفرون الناس عنه، يتفننون في أساليب القتل، يذبحون، يحرقون، يفجرون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصفهم بقوله شر قتلى تحت أديم السماء، وقال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال فيهم كلاب أهل النار. نعم، كلاب أهل النار. ماذا يريدون وما هو هدفهم من قتل الدعاة المصلحين والمشايخ السلفيين؟ يريدون إطفاء نور الله، يريدون الصد عن سبيل الله، يريدون أن يلجموا الأفواه، وأن يسكتوا الأفواه، وأن يكسروا الأقلام، تلك الأفواه وتلك الأقلام التي تبين عوارهم وتكشف أستارهم وتفضح عيوبهم. أبشركم يا كلاب النار، أبشركم يا معاشر الخوارج بما يسوءكم، أبشركم بأن الله متم نوره ولو كره الكافرون، ودينه منصور، ودينه باق إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ضاع دينه؟ أبدا والله ما ضاع دينه، بل دينه باق. مات الخلفاء الراشدون، ومات علماء الأمة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وما زال العلماء يموتون، ودين الله محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الله متم نوره يا كلاب النار ولو كرهتم ذلك، وإن الدعوة تنتشر ولو كرهتم ذلك، ولو فعلتم ما فعلتم، ولو قتلتم الواحد بعد الآخر، فلن تلجم الأفواه ولن تكسر الأقلام، ستظل الأقلام تكتب، وستظل الأفواه تتكلم بكشف أستاركم وفضح عيوبكم، كشف سوآتكم، ليحذركم الناس. لن تثنوا أهل السنة عن الاستمرار في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لن يخافوا ولن ينفروا ولن يملوا ولن يفتروا ولن يرعبوا مثل هذه الأساليب. ولو قتلتم الواحد بعد الآخر، فإن قتل السني على يدي الخوارج، على يدي الدواعش، على يدي القاعدة، على يدي الإخوين كرامة يكرم الله عز وجل بها من شاء، يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده. نعم، فلا نبتئس ولا نحزن. من قتل من أهل السنة على أيديهم اعلموا أنها كرامة وأنها شهادة بإذن الله تبارك وتعالى. ومن قتل منهم على أيديهم بأن يفجر نفسه وأن ينحر نفسه، أو قتل على يدي غيره فيقتل ذليلا مهانا، وكما قال عمر لأبي سفيان قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وهكذا نقول للخوارج قتلانا في الجنة بإذن الله وقتلاكم في النار بإذن الله. ونجتمع عند القوي الجبار فيفصل بيننا فلا سواء بيننا وبينكم، فهذا عزاؤنا في مقتل شيخنا وفي مقتل كل من قتل على أيدي هؤلاء الخوارج الذين عاثوا في الأرض فسادا. فارفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل في سجودكم، ارفعوا وابتهلوا إلى الله عز وجل في سجودكم في مواطن الإجابة، بأن يطهر البلاد من هذه الفرقتين الرافضة والخوارج.
نسألك يا ربنا يا قوي يا عزيز يا جبار أن تهلك هاتين الفرقتين، اللهم اقتلهما واقتل أفرادهما، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اشف غليل صدورنا، اللهم اشف غليل قلوبنا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم قتلوا عبادك، اللهم إنهم قتلوا عبادك فانتصر يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم إنا نسألك أن ترحم قتلانا الذين قتلوا على أيدي الرافضة وعلى أيدي الخوارج، وأن تسكنهم في عليين، وأن تجعل مأواهم الفردوس الأعلى، وأن تجمعنا بهم في دار كرامتك،